بلد يلقب بعملاق إفريقيا يجلس على كنز هائل من النفط والغاز، ومع ذلك حافلات النقل العمومي فيه تبدو وكأنها تذكارات من عصر الديناصورات. ثم فجأة يظهر خبر يثير الدهشة: قطر تمول تجديد أسطول الحافلات الجزائري. هل يعقل أن دولة بهذه الثروات تحتاج إلى تمويل خارجي، أم أن أموالها تتسرب إلى مسارات أخرى بعيدة عن هموم المواطن؟ الحقيقة قد تكون أعمق. أحيانا لا تكون المشكلة في غياب المال، بل في غياب إدارة واضحة للأولويات. الثروة وحدها لا تكفي إن لم توجه بذكاء وشفافية. من المفارقات أن بلدا يزود العالم بالطاقة يمد يده ليجدد حافلاته. النتيجة ليست أزمة ميزانية، بل أزمة رؤية وإدارة رشيدة. والسؤال الكبير يبقى مطروحا: هل تحتاج الجزائر إلى تمويل خارجي فعلا، أم أنها تحتاج فقط إلى ترتيب أولوياتها واستثمار مواردها كما يجب؟ اكتبوا في التعليقات، نريد الحقيقة.